من أجل الاستمرار في العطاء ومن أجل التألق والتوهج. النجم أشرف حكيم. انفانتينو لم يكتشف المغرب في قطر، اكتشف المغرب في الرباط وفي 2013 راه تابعنا الجمع العام اللي كانت فيه ليله كامله وكانت الولاده قيصريه ليكون. إذا نتابعوا اول النازلين هو السيد فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الى جانبه الناخب الوطني وليد الركراكي. وليد كاول مدرب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي كاس العالم، وبذلك هنا نزور رفقه الطاقم رشيد بن محمود، بقيه الطاقم الاداري والطبي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، في انتظار كذلك نزول اللاعبين. اذا السيد فوزي القجع اذا في صور رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والناخب الوطني في هذه اللحظه الجميله، لحظه النزول من الطائره، الى جانب كذلك ابرون سيبرون رئيس الوفد المغربي اللي كان في مونديال قطر 2022 عبد الملك ابرون. اذا نتابع هذه اللحظات الجميله بالنسبه لبعثه المنتخب الوطني المغربي. كذلك امين حارث في رساله كانت جميله جدا وبادره تحسب لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع بتوجيه الدعوه لامين حارث من اجل الالتحاق ببعثه النخبه الوطنيه ومعايشه هذه الاجواء الموندياليه. واليوم كذلك الدعوه حاضره بالنسبه لامين حارث من اجل ان يصل رفقه البعثه لارض الوطن. نعم، امين حارث كان مع الوفد وكان في قطر وتابعنا منذ ان تعرض للاصابه، الاهتمام التي يعني شمله من طرف الجامعه الملكيه المغربيه. اذا سمحتي لي سي مهندس، لحظه مؤثره هي ديال حضور الامهات صحبه صح لاعبي المنتخب الوطني، وهذا كيأكد على مدى الترابط. تلك اللحمه اللي الحقيقه كتجعلنا دائما العوده الى العائله الى رضا الوالدين، لان بدون رضا الوالدين لا يمكن ان يتحقق اي شيء. هذه طبيعه عندنا، لان ضروري خاص يكون عندك كما كيقولوا عندك طابع ديال الوالدين. هذاك الطابع دائما كتكون مسرحه ماشي في الصوره. كان واحد من جنود الخفاء رفقه المنتخب الوطني المغربي، الرجل الذي كان يعني مفكك ان صح التعبير شفره المنتخبات اللي واجهنا عبر تقنيه الفيديو. نتابع اذا هذه الاسماء، هؤلاء النجوم، نجوم المملكه المغربيه الذين شرفوا الكره المغربيه، شرفوا هذا الوطن الغالي ورفعوا اسم المغرب خفاقا في مونديال قطر 2022. كلهم اسم طاقم اداري، طاقم طبي، طاقم تقني، لاعبين، امهات اللاعبين، اسر اللاعبين، ولكل من ساهم من قريب وبعيد في تقديم هذه الصوره التي تليق بهذا الوطن المشرق المملكه المغربيه. وفخامه الاسم تكفي يا استاذ عبد الهادي الناشف، فخامه الاسم تكفي. المملكه المغربيه المملكه المغربيه الحمد لله اننا عشنا هذه اللحظات اللي في الحقيقه يقشعر من الجسد من خلال هذا الالتحام وهذه التشجيعات اللي كنسمعوا الصراخ ديال المواطنين الا ما كانوش حضروا في قطر في الدوحه لمؤازره المنتخب الوطني، فهم جاوا هنا باش يعنوا ويحيوا كل عنصر ويعانقوا كل عنصر كل باسمه، لان في هذه الحقيقه هذه لحظات تاريخيه لن ينساها الجميع. وهنا يتجسد حب الوطن والمواطنه الحقيقيه التي نستشعر من خلال هذا التواجد وهذا الحب وهذا الوئام بين كل مكونات الشعب المغربي، لاعبين وجمهور. وهذا ما يؤكد على ان الحمد لله الحاله الصحيه ديال الرياضه في بلادنا والحاله الصحيه ديال كره القدم تسير من حسن الى احسن، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اذا التوفيق يكون. العناصر الوطنيه السيمبون، واحد من افضل الحراس في هذه النسخه، اشرف ضاربي الخنوس، بدر بانون، والجميع الاسماء بدون استثناء، كذلك يوسف نصيري، نايف اقرد، تبعنا الصابيري، تبعنا أناحي، تبعنا كل الاسماء الان في هذه اللحظه الجميله وهذا الاستقبال الذي يليق بمقام الاسود وفي ظل ما حققه الاسود. وهكذا هو الوطن، هكذا دائما المغرب، يعني حينما يتعلق الامر بتشريف الرايه المغربيه ومبابي، كيليان مبابي، الداهيه وليد الركراكي. لقد كانت لحظات رائعه، هؤلاء الرجال قدموا لنا ولانفسهم افضل شهر كروي في الحياه. تعليقكم على هذا الكلام؟ هذا فقط
جانب من جوانب الاشعاع والتفاعل والتعاطف اللي كان كبير من مختلف بقاع العالم. ما تحدوش عربيا افريقيا بحكم نحن ممثلين ديال العرب افريقيا، بل كنتحدثوا على دول اخرى اللي الجمهور ديالها تعاطف مع المغرب، وكانت واحد العلاقه حب غريبه ان صح التعبير بفضل هذا المونديال بفضل هذه الانجازات. لان سي عادل هذا تجسد الصوره ديالو فين جسدات اللحظه ديال الفوز المنتخب الوطني. غير اسمح لي نقطعك. اول صاعدين عبد الصمد الزلزولي للحافله، اذا عبد الصمد الزلزولي بقيه الاسماء الان عناصر وطنيه تصعد في هذه اللحظات للحافله المكشوفه التي ستجوب مختلف شوارع مدينتي سلا والعاصمه الرباط. وهنا نتابع كيف هو التفاعل من طرف الجماهير المغربيه التي تحيي هذه العناصر الوطنيه باناقه وبصوره جميله، على مستوى كذلك يعني اللباس ديال هاد اللاعبين، وفي يوم احتفالي وعرس يجب ان يكون لباس رسمي يليق كلهم عرس حاليا. هذا لباس ديال الاحتفال بعيدا عن لباس التباري ولباس ديال التنافس. هذا هو المغربي. مازال كنستنى الجواب ديالكم. لماذا وقع العالم في حب منتخب المغرب؟ هذا وقع في حبه ليس اغتباطا، بل انه كرسته كل المجهودات التي بذلها، سواء من ناحيه كما قلت، سواء من الناحيه الانسانيه والاجتماعيه او من خلال التباري ومقارعه جميع الخصوم بدون استشعار نقص ما. فالمنتخب الوطني ظهر بمظهر الفريق القوي، ظهر بمظهر ان هناك لحمة تجمعه وهو الترابط العائلي بين جميع مكوناته. هناك ترابط بين اللاعبين وأولياء أمورهم، إما آباء وأمهات. لاحظنا تلك اللحظات الحميمية وذلك العناق وذلك البكاء الذي لن يزيد اللاعب إلا شحنة قوية وحقنة منشطة وطبيعية من أجل الاستمرار في العطاء ومن أجل التألق والتوهج. النجم أشرف حكيمي تحدث عنه يوم أمس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، قال إنه لاعب عظيم، لاعب يقدره ويحترمه، وتحدث يعني بشكل جميل جدا عن أشرف حكيمي. خصوصا كان حديث عن حول عدم رضا حكيمي على قرارات التحكيميه وحديثه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، لكن الرجل رد بشكل يليق بمقام اللاعب ومقام المملكة المغربية، وكان كلام جميل سواء عن أشرف حكيمي ولا كذلك عن المغرب. وتابعنا كذلك في تصريحات جاني انفانتينو، يعني في كل تصريحاته بعد نهاية المونديال إلا وحتى قبل، يعني في دور نصف النهائي وفي مباراة الترتيبي، لو يتحدث عن ظاهرة المونديال هو المنتخب الوطني المغربي وفي ظل ما قدمه في هذه النسخة الاستثنائية. جياني انفانتينو منذ أن ترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني انفانتينو لم يكتشف المغرب في قطر، اكتشف المغرب في الرباط وفي أكادير وفي مراكش وفي مختلف المدن. هو يدرك جيدا ما